قالوا زمان المال بيكشف الناس مش بيغير. بس أنا كنت صغير وما صدقتش. دلوقتي وأنا قاعد فاضي مكسور بفكر، أنا اتغيرت ولا أنا كنت كده من الأول؟ كده كانت بداية زين وهو بيكلم نفسه في ليلة بردها قارس وقلبه أقرص منه. بس نرجع لأول الحكاية. في بلدة بعيدة في طرف الصحراء كان في شاب اسمه زيد. زيد كان فتى بسيط، ملامحه فيها براءة لكن عينيه مليانة شوق لحياة تانية، لحياة مفيهاش فقر ولا هم. كان زيد عايش مع أمه الست نعيمة، أرملة غلبانة، وبيته عبارة عن جدران طين وسقف جريد، لكن قلبهم مليان رضا. زيد كان دايما يقول يا رب يا رب يوم واحد أبقى فيه غني، يوم واحد أشوف الدنيا وهي بتضحك لي. أمه كانت تقول له الدنيا ما بتضحكش ببلاش يا ابني، خلي قلبك أبيض يمكن ربنا يكتب لك الخير. وفي يوم وهو ماشي في السوق شاف راجل كبير في السن لابس عباية سودا وعصاية غريبة في ايده، والناس حواليه ساكتين وهو بيحكي. كان اسمه النديم. النديم ده كان راوي حكيم، وبعضهم بيقول ان هو ساحر، لكن اكتر الناس كانت بتحلف بحكمته. زيد فضل واقف يسمعه، وبعد ما خلص الراجل حكايته بص لزيد وقال له تعالى هنا يا ولد، عينك بتحكي حكاية من غير ما تتكلم. قعده جنبه وطلع من جيبه خاتم غريب في حجر أزرق بيلمع كأنه السما محبوسة جواه، وقال له ده مش خاتم عادي، ده بيحقق اللي تتمناه بس. وراح سكت. زيد قال له بس ايه؟ قال له النديم بس لو قلبك نظيف هيحقق لك البركة، ولو طمعك غلبك هيهلكك. زيد خد الخاتم بإيده المرتعشة وقال له أقسم لك يا عم قلبي نظيف ونفسي في الخير. ومن ساعتها بدأت الدنيا تتغير. زيد بقى يطلب يلاقي، يشتري يملو. الناس اتجمعت حواليه، واللي كان بيضحك عليه بقى يتودد له. جاره حسنين قال له سبحان مغير للأحوال يا زيد، كنت بتمد ايدك على الرغيف، دلوقتي معاك اللي يشتري الفرن كله. وزوجة عمه قالت لمراته زيد بقى نعمة، خلي بالك منه، العين بتشوف وتتخطف. لكن مع الأيام الطيبة اتحولت لغطرسة، والتواضع بقى تكبر. زيد ابتدى يتخانق مع الناس، صوته يعلى، وامه تبص له وتقول له مالك يا ابني، مش كنت بتقول لي نفسي ابقى غني عشان اساعد؟ قال لها اساعد مين؟ الناس كلها طمعانة يا ماما، لازم اكون اقوى عشان ما يتاكلش حقي. الست نعيمة دمعت وقالت ده مش كلامك يا زيد، ده مش ابني. وفي يوم حصلت له مصيبة، سرق منه كل حاجة فجأة. الناس اللي حواليه خمنوا واتهموه انه ساحر، وان غناه ده كله ده من عمل شيطاني. واحد من اللي كانوا صحابه راح للحاكم وقال له ده الخاتم اللي معاه مش عادي، ده بيعمل حاجات مش من الدنيا اصلا. زيد اتقلب عليه كله وهرب ورجع يدور على النديم. مشي في ايام في الصحراء لحد ما لقاه في نفس المكان. قعد قدامه زي الطفل التايه وقال له انا غلطت، انا ضيعت كل حاجة، كنت فاكر ان الفلوس والسلطة هيساعدوني، طلعوا سم. النديم ابتسم وقال له كنت لازم تتعلم، الحكمة مش بتتوهم، الحكمة بتتولد من الوجع. ورجع له الخاتم، لكن المرة دي قال له استخدمه في الخير، ساعد ما تاخدش، ازرع ما تقلعش. ومن يومها زيد رجع، بس مش للغنى، رجع للناس، فتح مكان يعلم فيه الأولاد، يبني للفقراء، يساعد الضعاف. والخاتم الخاتم لسه موجود عنده، بس عمره ما استخدمه تاني، لأنه عارف إن السحر الحقيقي جوه الإنسان. وجي واحد من الأطفال سأله يا عم زيد أنت كنت غني فعلا؟ ضحك وقال له أنا غني دلوقتي، غني بالرضا والناس اللي حواليا. وساعتها يا حبايبي عرف زيد إن البركة مش في اللي بنملكه، البركة في اللي بنقدمه
وفي القلب اللي ما بيتغيرش. ودي كانت حكاية زيد والنديم، واللي خد منها الحكمة يبقى عارف إن المصير مش بيتغير بخادم، إنما بيتغير بإيدك وبنيتك. خلصت الحكاية، بس السؤال ليكم بقى، لو جهلك خاتم سحر النهاردة هتعمل بإيه؟ قولي كده واكتب لي في التعليق، يا ترى هتعمل بإيه؟